سخفت على الشاورما، درت لهم فاست فود في الدار ودرتها بواحد التتبيله جات بنه خرافيه. غير ديروا حفظ لهذا الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء تاعكم، خليوا لي قلبوا تبعوا معايا هذه الوصفه البنينه والسهله وتجي خير من تاع المحلات وانظف. درت علبه ياو طبيعي لا موطارد، شويه ملح، ربع كاس تاع الزيت، مغرف طماطم مصبره. وباش تجينا التتبيله بنينه لازمتها توابل بنان، وانا ما ندير طيقتي غير في توابل لالا مولاتي. درت توابل الشاورما، توابل الدجاج، فلفل اسود، العكري، خلط كلش بالبراميكسر وشوفوا لي داك الجمال. كل ما كانوا التوابل ملاح كل ما تجي هاد لاماريناد والتتبيله تاع الدجاج تجي بنينه. كيما توابل لالا مولاتي راهم متوفرين في كامل المحلات. هنا مارينيت هذاك الدجاج وخليتها تشرب هذيك التتبيله. ولكريمه الجبن عندي كاس كريم فريش، كاس حليب، مغرف صغيره تاع الفرينه، زوج مغارف كبار تاع الجبن الطري. ودرت هنايا تاني الكركم تاع لالا مولاتي باش يمدلنا اللون الاصفر هذاك، مع شويه تاع الملح. بعد ما طابت الصلصه زدت لها شويه تاع الجبن المبشور وخليوها تبرد. قليت البطاطا وهنا رجعت للدجاج بعد ما كان تشرب مليح التوابل. كل ما درتوها اكثر يعني مده راح يشرب اكثر واكثر، ساعتين 3 4 ليله كامله قد ما خليتوها احسن. وبعد ما طلق هذاك الدجاج العصاره نحيتها على جنب. دوك تشوفوا واش نديروا بها. شوفوا لي هذيك صلصه الجبن كيفاش تقالت، درت فوقها شويه تاع البطاطا، درت هذاك الدجاج اللي تشوفوه بنه عالميه، وزدت كملتها هنايا بصلصه الجبن وغلقت هاد الشاورما. تقدروا تضيفوا لها اي حاجه تحبوها نتوما، سلطه، طماطم، خيار، كورنيشو، اي حاجه. حطيتها هنايا تتحمر وكنت هنا دهنتها بهذاك العصاره تاع الدجاج اللي كنا خليناها باش تتحمر وتمدلنا بنه بنينه. على هذه جربوها وبصحتكم.